الله أكبر. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخيره. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخيره. وكريم والله وكرامته أغلى، رزقه على الله له زيادة. رمضان كريم فتح يعني 30 يوم فيه أنا وسعادة. يا صباح السعادة والسكر الزيادة، صباحكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. يلا خلاص هنقول ما عادش الا يومين 3 وهيهل علينا الشهر الكريم بكل حب وكل فرح، فكل سنة وانتم طيبين. لو انت بقى لسه انت حاطه لي ايدك على خدك ونايمه كده على المخده وكسلانه وحاطه البطانيه عليكي، لا يا حبيبتي يلا قومي، خلاص ما عادش في وقت. الفيديو ده تشجيعي ليكي، هتقومي ان شاء الله. ولو لسه ما عملتيش اي حاجه الفيديو ده هيحركك حرفيا، يعني هقولك هتقومي يعني هتقومي. طبعا هنا هنبتدي يومنا بحاجه حلوه. هتقولي لي رمضان جاي وهنعمل، ما هي الوصفه دي تسجليها ان شاء الله لشهر رمضان. كان عندي حبه بسبوسه كده في الثلاجه، فكنت جايباهم بقالهم يجي شهر وشويه، نص كيلو. فانا بروق وبنضف الثلاجه كده، الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتشوفوها. فلقيت كيس البسبوسه ده، قلت خلاص قشطه نعمله بقى يلا كده وننزل لكم الوصفه الجميله القمر دي عشان تعملوها في شهر رمضان. انسي اي طريقه بسبوسه تانية وجربي الطريقه التحفه دي. ده نص كيلو بسبوسه، طبعا حطيت عليه معلقه بيكنج باودر، دي المواد الجافه يعني. حطيت معلقه لبن بودر، بتفرق وبتخلي طعمها تحفه. ونص كوبايه سكر هتحطيها على كوبايه لبن، ومعلقتين سمنه بلدي معتبرين، ما تبقيش بخيله. ادام بنعمل حلويات شرقيه فلازم ما تستخسريش السمنه البلدي فيها عشان تطلع لك نفس بتاعه بره. وتقومي واخده اللبن بالنص كوبايه السكر بالفانيليا، اهم شيء تحطي فانيليا للبسبوسه عشان تديكي طعم تحفه. تقومي جايه واخداهم على النار كده ومقلباهم لغايه ما السمنه تسيح ويبتدوا يختلطوا ببعض. تسخن بس اللبن، يسخن بس، مش يغلي يعني. قومي نازله هنا على البسبوسه تقليب بس، ما تعجنيهاش عشان طبعا ما تفكش منك، وفي نفس الوقت تطلع ناعمه ودايبه كده. في الوقت ده خلاص بقى حطيتها، فردتها في قلب الصينيه بعد ما قلبتها تقليبه حلوه ودمجت السمنه باللبن كله فيها. دي بسبوسه العطار، مش البسبوسه بتاع الحلق اللي هي المحلات وكده. يعني انا شاريه دقيق البسبوسه ده من العطار. فالمهم هنا تقومي بقى دهنه الصينيه حته سمنه بلدي برضو معتبره كده، معلقه، يبقى خدت معانا 3 معالق النص كيلو، مش كتير وفي نفس الوقت طعمها حلو. هنقوم بقى جايين فردينها فرده حلوه. طبعا كان عندي برضو، انا بفضي الفريزر، لقيت برضو حبه جلاش مدغدغين زي ما يكون القطر دايس عليهم بصراحه من بواقي الجلاش اللي كنت انا بعمله معاكم الايام الفيديوهات اللي فاتت. جبت برضو معلقه سمنه وقلبتهم فيها كده عشان يشرب من السمنه. وبدات هنا ارصهم بقى على الصينيه واجيبهم، قلت يعني اغير في الشكل، يبقى بسبوسه وجلاش بس بطريقه حلوه وفي نفس الوقت هتعجبك وطعمها تحفه، والله طعمها فعلا جميله. فهنا طبعا هنبتدي نقطعها قبل ما ندخلها الفرن. هي هترجع تسيح على بعضها التقطيعات دي بس علشان السخونيه بتاع الفرن والتسويه تستوي من جوه كده وتطلع معاكي من جوه طريه ومن فوق ومن تحت يعني مقرمشه بسيط، يعني تبقى حلوه كده زي بتاع الحلواني. هنا طبعا في الوقت ده هنسقي شربات. انا كنت عامله كوبايتين سكر، عليهم كوبايه ميه، عليهم معلقه عسل جلوكوز. عايزه تحطي فانيليا حطي، بس انا اكتفيت بالفانيليا اللي هي موجوده في قلب البسبوسه. وتقومي بقى تكوني مدفيه الشربات كده، ما يكونش ساقع، بالذات للبسبوسه الشربات بتاعها بيبقى دافي يعني ما بيبقاش ساقع طالع من التلاجة. وتقومي هنا رشه عليهم الفستق الكداب. عايزه تلغي التزويق ده مش مشكله، بس بيني وبينكم انا بحط عشان التصوير بس، لكن لو ما فيش تصوير طبعا هشقلط واخلص الحاجه في ثواني وشقلب وقلب. عايزه ولادي والله بيبقوا فرحانين قوي وانا بصور ان انا بطلع الحاجه يعني مظبوطه، انها شكلها حلو يعني. يقولوا لي يعني هم فرحانين بالقناه علشان انا بظبط لهم الحاجه على اعلى وجه. يعني شايفين كانت دايبه والجلاش كده بتغريم، بصوا تحفه، جربيها بس الطريقه دي. وفي شهر رمضان الكريم اعتمدي الطريقه دي، بصي هتعجبك وهتعجب كل اللي هياكلها من ايدك. طبعا في رمضان بنغير بقى، بنعمل قطايف، بنعمل بسبوسه، بنعمل
اعمل مره. يعني انا الكيكه ما بستهواهاش بصراحه، بحس انها بتبقى تقيله في رمضان. انا حلوياتي المفضله طول شهر رمضان حتى ولادي لو صينيه كنافه او السمبوكسه اللي انا بعملها على ايدي، يا بقلوه اللي هي لقمه القاضي، دي اللي على طول الشهر الكريم تلاقيني بعملها وسهله وسريعه. وساعات بقى الكنافه البلدي اللي احنا بنفلفلها بالسمنه والزبيب وجوز الهند دي بقى انا بعشقها. امي الله يرحمها واغفر لها يا رب، وامواتنا واموات المسلمين اجمعين، كانت بتموت في الكنافه الشعر دي، فانا طالعه عامله زيها. فلازم شهر رمضان لازم تبقى عندي، ولادي طبعا بيعشقوها فعلى طول بعملها لهم. هنا طبعا قلت بقى خلاص خلصت ادخل بقى. انا دلوقتي يومي بصلي الفجر يا جماعه، وبقعد اسبح شويه لحد الشروق، ما الساعه تبقى 6 6 ونص كده. ببتدي بقى هنا اشوف حياتي هتمشي ازاي، واحسن حاجه بتعمليها وولادك نايمين، ده اللي انا بقوله لك. يعني اعملي الحاجه وولادك نايمين، على ما تبتدي تتنشطي يكونوا صحهم، مش هيكسلوكي بقى، لكن بتقوموا مع بعض وتناموا مع بعض بتحسي بكسل. استغلي اليومين دول، الجو تحفه تحفه تحفه. طبعا انا زي ما انا بقول لك كده، ممكن الجو يغزلك في العيد قبل العيد بكام يوم، فانت تكوني منظفه شقتك زي الفل. هنا طبعا كان عندي غسيل، وطقم الكنب اللي كنت انا شايلاه معاكم الفيديوهات اللي فاتت كنت غسلاه ونشراه وشيلته، وحطيت غسيل الشمس كانت طالعه جميله، واليومين دول الجو تحفه بينشف لي الغسيل بسرعه. فانا قلت خلاص هستغل الوقت ده واشيل بقى واحط واطلع فوق الدولاب بتاع اوضه الولاد وانضفه من فوق، وشلت البرقع غسلته وكده. يعني حاجات كتير عملتها اقسم بالله. الفيديو ده فيديوهين مع بعض يومين بس، انا حبيت ادمجه لكم علشان طبعا تلحقي تعملي، لان انا عندي الفيديوهات مركونه، فانا عايزه اخليكي تنجزي قبل رمضان. هنا طبعا قلت بقى وصفه الفول دي تحفه، شايفين لونه؟ انا كنت نقعاه من بالليل. طبعا شطفته شطفه حلوه. تاني يوم نزلت عليه هنا بنص كوبايه عدس، وبتاع ده، ومعلقتين خل ابيض، وبس. ده اللي انا حطيته على النار. ما حطيتش عندك بقى فول مدشش او الفول المفصص ده، حطي برضو حبه صغننين كده. ده فول حبشي مش بلدي، والله طلع معايا زي الزبده. وعلى نار هاديه بقى يعلى كده ساعه ما يبتدي يغلي، وفي قلب الحله، والله ولا عملته في قدره ولا عملته في فواله ولا اي حاجه، هي في ثواني وطلع زي ما انت كده شايفاه. حطيت بقى لعيالي فطرهم بالليمون والزيت الحار والطحينه بقى تحفه. جربي الطريقه دي، وحطيت معلقه صلصه جميله، ولا طماطم بقى تبان فيه ولا اي حاجه. جربي الطريقه دي لشهر رمضان الكريم، تحفه تحفه تحفه. والله العظيم انا بنزل لكم الوصفه المظبوطه الصح يعني. طبعا هنا بقى دخلت على اوضه النوم عندي، طلعت المراتب، شلميت الغسيل الاول، بعدين طلعت المراتب، وبدات هنا انضف بقى تحت السراير، مهازل بقى. شوفوا على النظافه اللي احنا بنعملها بره في قلب الشقه دي، تعالي شوفي بقى تحت السرير. والله لو ما شفتيش كده وتشجعتي، بصي مش هقول لك العيب فيا بقى، العيب فيك انتي. سمي الله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وقومي يلا امسكي زحفتك وشرشبتك واقلبي شقتك كده يومين بالظبط، وهتخلي شقتك زي الفل. انا مسكت ليل نهار، والله مسكت يومين ليل نهار، اشيل هنا واحط هنا. بصوا قرده بقيت اتنطط في الشقه كده، محدش عارف يمسكني بصراحه. واجيب بقى من حوالين الدواليب ولمع. بصوا بس راحه نفسيه بقى، حاسه ازاي يجي عليا رمضان كده ولا مناسبه تكون حلوه من السنه للسنه وانا شقتي مش نظيفه. انا بقول لكم لو دي شقتي كنت زماني صبنت الحيطان وكده، بس انا هنا بقى اكتفيت ان انا ازحف وانزل التراب من على الحيطه، واغلمع بقى بحته بميه كده بدوني زي ما انت عايزه بقى، مره واتنين خلاص الحيطه بقت زي الفل. عشان لما اعلق ستاره اعلق حاجه تبقى برضو حاجتي متحافظ عليها ونضيفه. وبحب اجيب بقى السرير من ورا انضفه كده وارجع ازق واجيب حته حته كده، ما بكركبش الدنيا على نفسي. فانا عاوزاكي لو ما شفتيش الفيديو ده او شفتيه وما تشجعتيش، لا بقى انا كده هاجي اجرك من على السرير او هشدك من المكان اللي انت قاعده فيه وهقول لك تعالي اشتغلي معايا. او ابعتي لي وانا اجي لك، اديكي حبه نشاط والله. فطبعا انا شفت يوتيوبر كتير فرشهم وعملهم، لا انا بشجعك حته حته مع بعض. لو انت ما عملتيش انا لسه زيك اهو، بنعمل مع بعض حتى لو ليله رمضان وانت بتظبطي شقتك عشان نعلق الزينه كده واحنا مبسوطين وفرحانين كده، شقتنا نظيفه. وقاعدين في رمضان اسبوعين 3 مريحين ومأنتخين كده، شقتي طول الشهر نظيفه ما تعبش. الصيام طبعا بيجهد مع الشغل وكده، فانا بقول لك اتشجعي
تتشجعي بالفيديو ده هتقومي وهتنشطي ان شاء الله. وحطي لي اللايك بقى، حطي اللايك واشتركي. انا جالي احباط والله، انا جالي وقت قلت انا هقفل القناه خلاص، انا التصوير بيغيب معايا. انا بعمل حاجتي من بره الكاميرا كده في ثواني معدوده، لكن بالكاميرا بصراحه الزق وامسك التليفون ويقع مني وبخاف يقع في الجرادل الميه والله بتبقى حالتي حاله. شفت بقى ورا التسريحه وانا بشد كده، بصوا مهازل والله، على ما اني على طول لما بروق بشد وكده، بس مش عارفه التراب ده جه منين. يلا استعدي علشان خلاص اليومين الجايين هنعمل حاجات كتير برضو، لسه المطبخ هنزله لكم. شجعيني عشان انزل لك ترويقه المطبخ وتعمليها بكل حب كده. يعني انا ولادي لما شافوني وانا بعمل بيقولوا لي احنا العقده بتاعتنا المطبخ، بس بنتي ما وقفت معايا وانا بعمله قالت لي يا ماما انت طريقتك خلتني حاسه بسهوله، يعني حاسه ان انت نضفتي بس مش تعبانه. فانا يلا عشان انزل لك بالفيديو الجديد. مسكت هنا برضه، انا من الناس اللي شايفني من اول القناه، انا من الناس اللي ما بكبش ميه، ما بحبش كب الميه والتغريق والكلام ده. لا انا بغسل واعصر وانشف مره واثنين وثلاثه، بشوف ده انضف من ان انت تكب ميه وتبوظي حاجتك. مسكت الشباك ومسكت برضه هنا باب الاوضه كله تلميع، بصوا على السريع بس عميق، مش على السريع وكروات، انا مش بتاع الكروات، انا بتاع حته حته وحطي تحت الجاكيت على طول. فهنا طبعا بدأت هنا ألم بقى الدنيا كلها، أنا خلاص أنا رمضان داخل عليا وهقفز، فأنا قفز عليا يعني خلاص، أنا ما ينفعش يجي ليلة رمضان كده وأنا شقتي مش نضيفة. فشايفين المنظر بقى، هطلع بقى أنفض المراتب وادخلهم، وطبعا ادخل بقى ده تاني، ده يوم بقى، ده يوم لوحده. فانا دمجت لكم يا جماعه الفيديوهين في فيديو واحد، علشان طبعا تقومي وتتشجعي وتشوفي هتبتدي بايه. طبعا كنت بعد ما خلصت ده تاني يوم بقى مسكت الحمام، اول ما قمت من النوم برضو فطرت وكده، نفس الروتين اللي انتوا شفتوه بس تغيير حاجات بسيطه. مسكت بقى الحمام بالزحافه من فوق، لان طبعا مش هقف على كرسي اقع ولا اتكسر، وطبعا يدخل عليا رمضان كده وانا متدشدش. فهنا طبعا بمسك الزحافه، انها صديقتي الصدوق دي بقى. ببتدي بقى اجيب من فوق الاول بالزحافه، وبعدين اعصر بقى بحته مبلوله كده بكلور ودوني، وانشف من فوق بالمساحه بحته كده، وبعدين ارجع انزل بقى من تحت اشطف زي ما انت شايفه الشباك، خليت الحمام فله شمعه منوره كده. طبعا مسكت بقى هنا اوضه الولاد، طلعت برضو المراتب في قلب الشمس، وقلت ايه امسك بقى. شايفين بقى هنا بحط ملايات اغطي الشنط اللي انتوا شايفينها دي. الشنط دي بقى ببقى حاطه فيها ايه بقى، هقول لكم. ببقى حاطه فيها عندي بطاطين جديده لانج من ايام ما دخلت لسه ما استعملتهاش. وعندي هنا انا ما شاء الله امي كانت مدخلاني بحاجات تكفي عروستين بصراحه. فهنا طبعا الدولاب عندي مليان بطاطين ودفايات، وتحت السرير وستاير، فالشنط دي بتنفعني. فبحط حته عشان طبعا التراب وكده، وحتى في اوضه النوم برضو ببقى حاطه فوق السجاد ملايه قديمه وكده، وبشيلها اغسلها وارجع احطها تاني. فبتفضل حاجتي بقى اما اجي اشيل الملايه هي اللي بتبقى مطربه، لكن السجاد او الشنط زي الفل. شايفين بقى المهزله اللي في اوضه الولاد، اقلم على بريات على فلوس، والله بقيت الاقي فلوس. شايفين الزباله يعني والله العظيم اللي يشوفني يقول ده ما كانتش بتنضف. شوفي بقى اللي ما بتنضفش خالص بقى تبقى شقتها عامله ازاي. فانا عاوزاكي تقومي تتشجعي، اذا كانت نضيفه شوفي عامله ازاي. امال بقى اللي هي ما بتعملش حاجه خالص هتبقى شقتها عامله ازاي. فايدك في حاجتك اول باول عشان حاجتك ما تتهلكش، وعمرها يقصر طول ما ايدك في حاجتك كده بس بنظافه، وانك ما تبوظيهاش والله هتعيش معاكي اكتر وقت ممكن. طبعا مسكت بقى السرير من حوالينه تلميع تلميع. طبعا بقى عندك المورال، الحاجات ملمع الموبيليا اعملي، ما عندكيش زي كده اعملي بحته جل جميله نظيفه ناشفه كده. الخشب ما تجيبيش يمته ميه ولا اي حاجه عشان بيبوظ مع مرور الزمن وكده. شيلي بس التراب. وبعدين انا كل يوم ايدي في حاجتي، فطبعا الخشب مش انا مسرعه الفيديو عشان ما اطولش عليكم والله، فبتكلم بسرعه، لكن الفيديو لو بطيء الشغل قليل يعني، فانا طبعا كنت هبطئ الفيديو عشان اعرف اتكلم. انا فيديو بتاعي يا جماعه، انا بدخل في الكلام على طول، الفيديو بتاعي مليان شغل. انا مظلومه والله العظيم فعلا ما بين القنوات، قناتي مش متشافه خالص، وده عامل لي احباط.
فانت لو بتشوفيني لاول مره ووصلتي معايا لهنا، يا ريت تشتركي وقولي وشيري لي الفيديو كده عند اصحابك وقرايبك على الواتس يخشوا ويستفادوا برضو. يعني انت لو داخله عندي جديد اشتركي، واصحابك وقرايبك اخواتك كحبايبك كده خليهم يخشوا كده ويشوفوا الفيديو وياخدوا فكره عن القناه، وان شاء الله تعجبهم ويشتركوا. طبعا هنا بقى بدأت اجيب من ورا، كل امسك السرير كده ومن وراه جدار كده. انا ببقى نايمه بحسبها، اقول هم 3 جدرة. جدار الاول اجيب من عندي، بقعد انظم كده وانا نايمه هجيب ايه الاول واحط ايه الاول واحط هنا واعمل كده. وبعدين اخر حاجه الشباك بقى، شايفين الشمس ده